عليكم. انا هيثم توفيق. اهلا بيكم في قناه هنتعلم فتنس وفيديو جديد. فيديو النهارده انا متاكد ان هو هيلعب في دماغ ناس كتير، لان هو بيتكلم عن اعتقاد خاطئ شائع جدا لدرجه ان حتى في بعض المدربين المشهورين بيذكروا الكلام ده في وسط الفيديوهات بتاعتهم. لكن انا شخصيا كنت عارف ان يعني عندي قناعه ديت لفتره قريبه، بس الحقيقه ان الكلام ده تم نفيه علميا ودحضه تماما. الفكره كلها اللي هو بيقول لك ان انت لازم تكسر العضله، تفرتك العضله، تدمر العضله عشان يتم بدأها بشكل اقوى واضخم، وده اللي بيعمل، ده السبيل الوحيد للتطور العضلي. لكن الحقيقه ان البحوث اثبتت ان انت التوتر الميكانيكي او الميكانيكال تنشن هو ده الحاجه الوحيده اللي السبب الرئيسي للتطور العضلي. الميكانيكال تنشن ان انت بتحط العضله تحت اجهاد، او يعني بتحطها تحت لود، فالفايبرز او الالياف نفسها بتبتدي يحصل لها اجهاد مع التمرين ومع الانقباض والانبساط، فبيحصل توتر ميكانيكي. هو ده بيفعل مسار البناء جوه العضله، فمسار البناء ده بيعمل تخليق للبروتين ويبتدي يعني من الاخر الرساله بتوصل احنا لازم نكبر الفايبرز دي، الالياف دي، عشان نستحمل المره الجايه. على العكس الدامج او مايكرو تيرز او يعني التلف اللي بيحصل في العضله، اللي هو بيعمله ان هو بيأخر الخطوه بتاعت البناء دي خطوه ورا، لان انا لازم اصلح الاول قبل ما ابني. اكن انت عندك نجار مثلا، افترضنا ان هو كان بيبني بيت، او حد في كونستراكشن بيبني بيت وجت عاصفه هدت جزء من البيت ده، فمش هيقدر، هو كان المفروض يبني الدور الاول، لا لازم يصلح الدور الارضي قبل ما يطلع الدور الاول. فهو ده بالظبط اللي بيحصل. ف صاحبك اللي سحلك معاه في الجيم ويقول لك لا عايزين ندمر العضله النهارده، عايزين نكسر العضله، لا يعني اضغط على نفسك اكتر. لا، ده مش محتاج انت تعمل كده، مش محتاج تعمل كده خالص عشان التطور العضلي. انت كل اللي محتاجه ان انت تحط، يبقى في كنترول، في تحكم في الوزن وهو طالع وهو نازل، توصل قبل الفشل العضلي بعد او عدتين. ده هو ده اللي هيعمل التطور العضلي، هو ده اللي هيفعل، اللي هيدي اشاره لتخليق البروتين والنمو العضلي. الفيديو ده ابعته لصاحبك اللي سحلك معاه، يعني شارك معاه المعلومات دي مع اكبر عدد من الناس، عشان المعلومات دي توصل للناس والناس تستفيد. لو عجبك المحتوى اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.